متضايق انت وبتقول البلد دي ما فيهاش شغل، مش كده؟ قدمت على السي في بتاعك في 500 مكان ومحدش عبرك حتى بمكالمه تليفون، صح؟ يا صديقي انت عندك مشكله كبيره في كتابه السي في وكلنا عارفين، بس عمرنا ما هنقول. بس انا بقى هقول لك ايه السبب وازاي تصلح غلطتك. اهم سبب واللي كتير ما يعرفوش اعرف انه كويس. انك مش بتكتب ATS CV. طبعا انت مش فاهم الكلام ده، استنى بقى هشرح لك بالراحه كده. ATS ده نظام كده بيستخدمه الشركات عشان تسهل عمليه التوظيف ويختار لهم الموظف المناسب. وانت عشان تكتب السي في بتاعك ويتقبل في اختبار ATS هتعمل شويه ستيبس بسيطه كده. اولها تستخدم تمبلت جاهز لكتابه السي في، اما من مواقع جاهزه او انت تكريتها بنفسك. اهم خطوه بقى انك تعمل تصنيفات وعناوين واضحه في السي في زي الاديوكيشن، اكسبيرينس، سكيلز وغيرهم طبعا من اقسام السي في. الخطوه اللي بعد كده انك تخلي طريقه عرضه بسيطه، وابعد عن الجداول والاشكال والصور لان نظام ATS مش بيتعرف عليها. نصيحه كمان مهمه من صديق بيحبك، وانت بتكتب خليك في الخطوط البسيطه المعروفه، بلاش فزلكه، وحجم الخط بيكون من 10 ل 12. ما تنساش بقى تختار كي ووردز معروفه في مجالك وتكون اساسيه في كتابه السي في. واخيرا بقى اختار صيغه الملف المناسبه اللي هي عاده بتكون بصيغه PDF. كده عرفت الطريقه الصح لكتابه ATS CV علشان السي في بتاعك يتقبل. بس لو عايز تعرف ازاي تكتبه بالتفصيل مع التدريب العملي يبقى خليك في كورس سوفت سكيلز مع سكسس اكاديمي. سجل معانا لتفاصيل اكتر.